تكملة للجزء التاني من الفيديو السابق. وبعد ما عرفنا إن الهروب بقى هو الأمل الوحيد، الأحداث هنا بتدخل مرحلة أخطر وأسرع، وكل ثانية بقت ليها تمن. ولما الولاد عرفوا إن ميعاد التسليم الجاي بعد 45 يوم، فايمن وأصحابها فهموا إن الوقت قليل جدا، وإنهم محتاجين يلاقوا طريقة يهربوا بسرعة قبل ما يموت طفل تاني. الأطفال بدأوا يطوروا مهاراتهم الجسدية والعقلية عن طريق التدريب المستمر، خصوصا وهما بيلعبوا استغماية علشان إيزابيلا ما تشكش في أي حاجة. المفاجأة إن كرون قررت تنضم ليهم وتلعب معاهم، وابتدت تعلم الأطفال إزاي يجروا ويستخبوا بأمان. لما كرون شافت الأطفال الصغيرين، راحت تدور على أما وبت، ولقاها مستخبية ورا صخرة ومعاها بنت صغيرة، وحاولت تحميهم. لكن في النهاية استري ونورمان كسبوا اللعبة، لأن كرون مش قدرت تمنعهم خلال الوقت المخصص. بعد اللعبة، نورمان لاحظ إن إيزابيلا عارفة إن هو وإيما راحوا المخزن يومها، وبدأ يشك إن المشرفة حطت مخبر وسط الأطفال. علشان يكشف مين الخاين، قرر يختبر أصحابه بإعطاء تعليمات مختلفة. دوم كان فاكر الحبل تحت سريره، وجلاندا كانت فاكرة إنه موجود في الدور اللي فوق، لكن الحقيقة إن نورمان مخبي حبلين، ولو واحد منهم اختفى هيعرف مين الخاين. بعد كام ساعة، إيزابيلا استلمت رسالة بتقول إن الحبل موجود تحت سرير نورمان. وتاني يوم الصبح، راي اكتشف إن دوم هو الخاين، لكن الحقيقة إن راي نفسه فشل في اختبار نورمان، ونورمان كان مخطط إنه يكشفه لأنه كان شاكك فيه من البداية. راي اعترف إنه بيشتغل مع إيزابيلا، لكنه كان طول الوقت مخطط يلاقي فرصة يهرب ويحمي الأطفال. ساعد نورمان وإيما يلاقوا الأرنب الدبدوب، وشجعهم يعرفوا الحقيقة بنفسهم، لأنه عارف إنهم ما كانوا هيصدقوه غير لما يشوفوا بعينيهم. إيما تفهم صعوبة الموقف وتعاطفها مع راي، ونورمان يستنتج إن راي ممكن يكون عميل مزدوج يساعدهم ويغفلوا إيزابيلا. بعدين راي وراه أصحابه الجهاز اللي مخبيه علشان يعطل شريحة التتبع، وأجزاء الجهاز اللي ناقصة هتوصل تاني يوم. تاني يوم الصبح، الأطفال بيحاولوا يطلعوا على الصور ويعرفوا إيه اللي وراها، وكرون تظهر وتقول إنها عايزة تنضم ليهم، وبتوريهم الأرقام على رقبتها. الأطفال اكتشفوا إن جهاز التتبع مزروع في قلب كرون، وأي خطوة بره السور هتعمل صدمة كهرباء توقف قلبها. هدف كرون الأساسي إنها تساعد الأطفال يهربوا وتزيح إيزابيلا من منصبها. لما بيسألوا عن العالم اللي بره، قالت لهم إن في آلاف البشر عايشين، لكن البشر والشياطين اتفقوا يعيشوا في عالمين منفصلين، والبشر اللي في عالم الشياطين بيتربوا علشان يكونوا وجبات للوحوش. بعد الحرب الطويلة بين البشر والشياطين، الأطفال دلوقتي عارفين إن حياتهم كلها كانت تحت مراقبة علشان يحافظوا على السلام بين العالمين. بعد ما راي يحكي لإيزابيلا عن جزء من كلامهم مع كرون، تاني يوم الصبح بيوري أصحابه الكاميرا الجديدة ويحتفظوا بالصور للذكرى. الأطفال الصغيرين بيتعلموا استخدام الكاميرا والجهاز علشان يدمروا شريحة التتبع، وإيما تخبي الجهاز في الدبدوب، لكن كرون تلاقيه. كرون حاولت تؤذي إيزابيلا، لكنها اتأكلت من الشياطين لأنها بتحب إيزابيلا ومش عايزة تبدلها بأي حد تاني. إيزابيلا لاحظت محاولة الأطفال للهروب، لكنها سمحت لإيما تعدي لأنها قدرت شجاعتها. الأطفال نجحوا في عبور السور، ونورمان سايب رسالة تحت المخدة فيها باقي الخطة. الأطفال اللي سنهم تحت ال4 سنين اضطروا يسيبوهم، لكن إيما وعدت ترجع تاخدهم قبل ما يوصلوا ال6 سنين. جهاز الإنذار بارن، والشياطين بينتشروا في الغابة علشان يدوروا على الأطفال اللي هربوا. الأطفال وصلوا فوق السور، وإيما قالت لهم إن نورمان صمم ممر جديد للهروب، وكاتب في الخطة إنهم بدل ما يعدوا الكوبري هيضطروا يعدوا التل باستخدام الحبال. بعد ما كل أصحابه يعدوا، بيجي دورها تروح وراهم، وإيزابيلا تحكي لها إنها هي كمان حاولت تهرب لما كانت صغيرة، لكنها استسلمت لأنها فهمت إنه مفيش مكان آمن في العالم ده، وبدأت تفكر في منصب مشرفة المزرعة. حتى بعد ما إيما سمعت القصة، قررت تكمل خطة الهروب، وإيزابيلا لما شافت شجاعتها سيبتها تعدي. الأطفال فرحانين بعد ما عدوا السور، وإيزابيلا بتبدأ تعيط وتتمنى لهم مستقبل سعيد. بعد شوية، إيما بتوري أصحابها القلم اللي نورمان سابه تحت المخدة، ولما بيفتحوه بيلاقوا هولوجرام لشكل بومة بيشاور لهم على الاتجاه اللي محتاجين يمشوا منه. بعد كده، المواجهة الكبرى تحصل بين إيما وإيزابيلا عند السور، وإيزابيلا تكسر رجل إيما
ونورمان يعرف إن ميعاده اتحدد بعد 3 أيام. نورمان يرفض يهرب لوحده، وراي يحكي لإيما حقيقته الكاملة ويسلم الجهاز لنورمان. فجرا نورمان يهرب، يشوف العالم بره ويرجع ويشارك أصحابه كل اللي شافه ويودعهم، ويمشي مع إيزابيلا ويقابل الحقيقة المرعبة عن قيمة أدمغة الأطفال. وبعد شهرين ومع اقتراب تسليم راي، تبدأ خطة الهروب الأخيرة بخطة النار والتضحية. الأطفال بيجهزوا كل الأدوات اللازمة، الحبال، الأجهزة، والتمويه، وكل واحد منهم عارف دوره بالضبط. إيما بتتأكد إن كل طفل صغير يكون في أمان، وبتعمل إشارات سرية مع أصحابه علشان ما يوقعوش في أي فخ من إيزابيلا أو الحراس. وفي ليلة الهروب الأطفال يشعلوا النار كجزء من خطة التشتيت، والحرائق تجذب انتباه الحراس والشياطين بعيد عن الطريق الرئيسي للهروب. راي بيقف جنب إيما وبيستخدم خبرته في الأجهزة علشان يقطع التيار الكهربائي عن أجهزة التتبع، وبيخلي الأطفال قادرين يتحركوا بحرية. بعض الأطفال بيتعرضوا للخطر لفترة قصيرة، لكن شجاعة إيما ونورمان بتضمن سلامتهم. نورمان يقود الأطفال لعبور الممر الجديد اللي جهزه خلف الصور، ويخليهم يعدوا التل باستخدام الحبال خطوة خطوة وسط الغابة المظلمة. الأطفال الصغار بيتعلموا بسرعة من التدريب اللي عملوه قبل كده، وبيظهر تطور مهاراتهم الجسدية والنفسية. كرون بتتابع من بعيد وبتساعد الأطفال عن طريق إشارات صامتة، لأنها عايزة تمنع إيزابيلا من إيقافهم. وفي نفس الوقت إيزابيلا تكتشف الهروب وتركض وراهم، لكنها تتفاجأ بذكاء الأطفال واستعدادهم. بتحاول تمنعهم وبتهجم على إيما عند السور، بتكسر رجلها، لكن ده ما يمنعش باقي الأطفال من الاستمرار. نورمان يعلم إن ميعاده اتحدد بعد 3 أيام، لكنه يرفض يهرب لوحده وبيصمم على حماية أصحابه. راي بيكشف الحقيقة الكاملة لإيما عن حياته وعن كل مشاهده في الملجأ، وبيسلم الجهاز لنورمان اللي بيستخدمه لتعطيل أي محاولة تتبع لهم. فجرا نورمان يهرب أولا، يشوف العالم بره لأول مرة ويكتشف جماله وخطورته، ويرجع بسرعة عشان يقود الأطفال ويكمل خطتهم. هو بيودع الأطفال بحضن أخوي ويشاركهم كل اللي شافه، ويقابل الحقيقة المرعبة عن قيمة أدمغة الأطفال وأهميتها في الاتفاق بين البشر والشياطين. وبعد ما الأطفال ينجحوا في الهروب، يتجمعوا في الغابة بعيد عن الملجأ، متعبين لكن فرحانين بحرية لأول مرة في حياتهم. دموع إيزابيلا تغطي الموقف، لأنها فاهمة إنها فقدت السيطرة عليهم، ورسالة نورمان والألم اللي بيوريهم الطريق بيكونوا دليلهم للوصول لمكان آمن. الأطفال بيتعاهدوا على حماية بعضهم البعض، وبيخططوا يبنوا مستقبلهم بعيد عن الوحوش والملجأ. وفي النهاية إيزابيلا تتحمل العقاب، لكن وهي بتبتسم لمصيرها، لأنها عارفة إن الأطفال قدروا يعيشوا ويحققوا الحرية اللي هي ما قدرتش تمنعهم منها. الأطفال بيستعدوا للرحلة الطويلة بعيداً عن الملجأ، وكل واحد منهم حامل دروس وشجاعة الفترة اللي عاشوها، وبيبدأوا رحلة جديدة من الأمل والمغامرة. ولحد هنا بتنتهي أحداث قصتنا النهاردة. استنوني بقى في فيديوهات وملخصات جديدة. سلام.